ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور تقى من اسأل علي، وهنتكلم مع بعض النهارده عن الكاليسي فيروس. الكاليسي فيروس ده فيروس بيجي في القطط الصغيرين من عمر 30 يوم. طيب بيجي في الكبار او ممكن يجي في الكبار لو مش واخدين الفاكسينيشن ومختلطوا مع قطه تانية عندها الكاليسي فيروس، او لو مناعتهم ضعيفه وبرضه ممكن يجي لهم الكاليسي فيروس. طيب هو الفيروس ده اعراضه ان هو بيجي في الجهاز التنفسي، بيبدا ان هو يعمل رشح وبيعمل تقرحات في الفم واللثه، برضه بيعمل سكريشنز بتنزل من العين من الانف، ممكن تؤدي برضه الكحه لعطس. الجهاز التنفسي بيكون متأذي بشكل كبير. كمان ان هو بيأثر على الشهية بتاعتهم، طبعا بيمتنعوا عن الاكل والشرب بسبب التقرحات اللي موجوده في الفم واللسان واللثه. كمان بتأدي الجفاف بسبب قله الاكل. طيب نعمل ايه علشان نقي الفنا من ان هو يجيله الكاليسي فيروس؟ لازم نحافظ على التطعيم الفيروسي، ان هم ياخدوه عند عمر 3 شهور، وياخدوا جرعتين بين كل جرعه والتانيه 21 يوم، ولحد ما يتموا ال3 شهور نحافظ على مناعتهم كويسه جدا، وما يتعرضوش لدرجات حراره مختلفه، ما نحميهمش، ما ننقلهمش من بيت لبيت، ما ننزلهمش الشارع، نديهم فيتامينز تحافظ على مناعتهم في الفتره دي. وكمان نعرضهم لدرجه شمس، يعني نعرضهم للشمس بشكل يومي علشان ياخدوا منها الفيتامينز. هستنى كل اسئلتكم وتعليقاتكم